هنا البهنسة، أرض ال5000 شهيد. هنا من أكبر المعارك اللي دارت بين المسلمين والرومان سنة الفتح الإسلامي سنة 22 بقيادة القيس ابن الحارس. تعال نرجع كده القصة من الأول. عندما انتهى سيدنا عمرو بن العاص من فتح الإسكندرية والقاهرة والجيزة ووجه بحري، أراد أن يستكمل الفتح جنوب مصر، أراد أن يفتح منطقة الصعيد. كان هناك في منطقة الصعيد يعتبر أكبر حصنين الرومان في إهناسيا في بني سويف، والبهنسة في بني مزار. فأرسل يأخذ الإذن من سيدنا عمرو ابن الخطاب، فأرسل معه جيش مقداره 10,000 جندي بقيادة القيس بن الحارس. وعندما جاء القيس بن الحارس معه ال10,000 جندي وهم من الصحابة والتابعين الأجلاء، قامت أكبر المعارك هنا في البهنسة اللي استشهد عليها واشتدت المعركة. استشهد على أرض البهنسة هنا 5,000 من الصحابي، على رأسهم سيدنا سليمان ابن خالد بن الوليد، وسيدنا عبد الرحمن ابن سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا جعفر ابن سيدنا عقيل ابن سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا علي ابن سيدنا عقيل ابن سيدنا علي بن أبي طالب. وهنا دارت أكبر المعارك، وسقط على هذه الأرض من الشهداء من المسلمين 5,000 صحابي. 5,000 صحابي سقطوا على هذه الأرض الطيبة.